الجولة 20 احنا داخلينها، خلي بالك، واحنا كنا عارفين ان تقريبا في ماتشين دبل. بس بعد كده شوية شوية ان احنا والله يا جماعة عندنا مين؟ عندنا مانشستر سيتي عندهم دبل، وتوتنهام عندهم دبل، وقاعدين كده والدنيا حلوة وزي الفل. وبعدين كنا قاعدين كده واتفاجئنا ان مانشستر يونايتد كمان اتضاف له دبل جيم ويك في الجولة دي، اللي هو قاعدين كده يلا اليونايتد عنده دبل مع كريستال بالاس. فاحنا عندنا الجوله دي والله كام فريق كده حلو قوي عندهم دبل، لعيبه اونر شيب ممكن تكون عاليه قوي، والى حد ما الجوله دي خلينا نقول يعني سهل قوي انك انت تعرف انت هتشتري مين للجوله الجايه، وخصوصا ان الفرق دي عندها دبل والفرق دي عارفين مين بيتالق فيها يعني ومين بيجيب نقط. بس انا صراحه مش متفائل قوي بالدبل ده، وتابعني بقى في حلقه النهارده هقول لك ليه انا مش متفائل في دبل الجوله دي، وكمان هقول لك تشتري مين لعيبه للجوله دي. بس طبعا ما تنساناش باللايك والسبسكرايب، ويلا بينا بقى نبتدي في حلقه النهارده. ورجع معاكم تاني يا شباب وحلقه جديده ويلا فانتسي وتوقعات الجوله ال20 من فانتسي البريمير ليج. طبعا عشان ما نهريش على بعض بصراحه، انت عندك والله 4 فرق عندهم دبل الجوله دي، فانت من البديهيات كده بص من غير يعني ما نتكلم ونزوق الكلام انك انت اي تبديل هتعمله الجوله دي هيروح للاعيبه الدبل. يعني بص اصل انت مش منطقي انك انت تشتري لاعب مثلا عنده ماتش واحد وانت عندك لعيبه كتير قوي عندهم دبل وماسكين فورمه والكلام ده كله. فاحنا في حلقه النهارده هنختصر كلامنا على موضوع الدبل ده، يعني هنمسك ال4 فرق بقى اللي عندهم دبل ونفصصهم كده ونشوف والله نقدر نجيب مين ومين اللعيبه والله اللي ماسكه فورمه والكلام ده كله. بس طبعا قبل ما نبتدي وكالعاده انزل تحت في الكومنتس وقول لي انت هتشتري مين للجوله الجايه، وما تنساناش بقى باللايك والسبسكرايب، وعايزين نوصل الفيديو ده ل 50 لايك زي فيديو الجوله ال19 بفضل ان شاء الله دعمكم. طيب انت دلوقتي عندك 4 فرق عندهم دبل، هم مين هم يا عم؟ مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وكريستال بالاس. الاول طبعا كان مخطط ان الجوله دي ما يكونش فيها الدبل بتاع اليونايتد وكريستال بالاس ده، يعني كانت الجوله داخله تحس ان هي جوله قمطه قوي. انت عندك اليونايتد هيلعبوا السيتي وداخلين توتنهام هيلعبوا ارسنال، والجوله كده خنيقه. وبعدين طلعت بقى قبل الجوله يعني ما تبتدي بكام يوم كده، قال لك ده مانشستر يونايتد هيضاف له ماتش في الجوله ال20 وهيبقى بيلعب دبل هو وكريستال بالاس. قبل ما اكلمك برضو في ايه اللي هيحصل وهنعمل ايه، خلي بالك الجوله اللي فاتت لسه ما خلصتش. الجوله هتخلص النهارده ان شاء الله وقت عرض الفيديو يوم الخميس بين ماتش فولهام وتشيلسي. بعد كده نقفل الجوله 19 وندخل بقى في الجوله ال20 واللي هيبقى الديدلاين بتاعها يوم الجمعه الساعه 8:30 بتوقيت القاهره. فما تسرحش يا عم وما تفتكرش ان الديدلاين يوم السبت. طبعا الجوله هتبتدي بمباراه ليدز يونايتد وفرقه استون فيلا، وبعد كده بقى ايه نبتدي ونسخن عشان التقيل جاي. انت عندك اول فرقه هنمسكها كده نفصصها وهي فرقه مانشستر سيتي. طبعا مانشستر سيتي لها ما لها بقى، وسيبك بقى من اللي جوارديولا بيعمله والروتيشن بتاع كانسيلو والكلام ده كله. انت اساسي هالاند عندك ده وش، واساسي يمكن كمان ناس هتفكر ان هي تتربله. انا مش مع تربله هالاند خالص الجوله دي، لان برضو انت بتتكلم ان في ماتشين صعبين. انت بتتكلم على اليونايتد والى حد ما يونايتد ماسك فورمه حلو، وتوتنهام ليهم تاريخ طويل قوي من الرخامه على مانشستر سيتي في السنين اللي فاتت، حتى لو الفرقه شويه مش ماسكه فورمه يعني. طيب نشتري مين يا عم من مانشستر سيتي؟ هالاند ده اساسي معاك كده كده. دي بروين، والله دي بروين بقاله 3 جولات اهو بلانك وحاله زي الزفت، بس لازم يكون عندك دي بروين. بلاش فودن عشان فودن عرضه للروتيشن كتير، بلاش محرز عشان محرز برضه عرضه للروتيشن كتير وشرحهم جريليش. يعني انا شايف لو عندك دي بروين، والله دي بروين هو ده الممتاز، يعني هالاند ودي بروين. طيب نجيب عنصر دفاعي، لو هتجيب مخصوص سيبك بقى من كانسيلو والناس دي، روح يا عم روح اشتري مين؟ ناثان اكيد خلي بالك لعب ال3 ماتشات اللي فاتت اساسي، هو بيلعبه عاده باك شمال. فاكيد يمكن يكون اوبشن مضمون شويه ان هو هيلعب اساسي، وخصوصا ان كانسيلو
في اخر 3 ماتشات فيهم ماتش ما لعبوش اصلا، وماتشين ماتش مثلا نزل بديل، وماتش تاني خرج بعد الشوط الاول. فحتى كلين شيت مانشستر سيتي يعني مثلا ده ما جاش غير الماتش الاخراني مثلا اللي هو كان ضد تشيلسي، غير كده ما كانش في حاجه قوي يبكى عليها يعني من دفاعهم. بس لو انت عايز تشتري مدافع روح هات اكيه. يعني بص انا ما رجحش انك انت تشتري اكيه مخصوص، لان وارد ان الماتشين الكلين شيت بتاع مانشستر سيتي يروح، ولكن لو عندك كانسيلو انا شايف انك انت تسيبه، ممكن ياخد ماتش ولا حاجه من الماتشين اساسي بس ما تشتريهوش مخصوص. اليونايتد بقى عندهم ماتشين، عندهم ماتش ضد مانشستر سيتي والماتش التاني ضد كريستال بالاس. على الورق ناس تقول لك والله ماتش كريستال بالاس ده مضمون، وكريستال بالاس فرقه تعبانه وادائها مش احسن حاجه، بس خلي بالك مانشستر يونايتد يعني واحده من الفرق اللي بتعقده في عيشته هي كريستال بالاس. مهما كان كريستال بالاس ادائهم تعبان وفورمتهم زي الزفت، تلاقيهم بيجي كده قدام مانشستر يونايتد ويقلبوا مانشستر سيتي، تلاقيهم بص جامدين قوي وبيقفلوا بيلعبوا على الهجمه المرتده، بص يعني بيدوخوا فريق مانشستر يونايتد. ف يعني مش مرجح انك انت تتربل برضه، يعني اي حد من مانشستر يونايتد لا بلاش تتربل. عندك طب تشتري مين يا عم؟ طبعا راشفورد الثلاث ماتشات الاخر بيسجل تقريبا كل ماتش، والماتش الاخراني مسجل وعامل اسيست كمان لمارسيال في المباراه دي. طيب مين تاني غير راشفورد؟ مارسيال يا عم، مارسيال اوبشن كويس وهيكون ديفرنشال، وهتلاقيه على الاقل انا شايف ان هو هيخطف له جون ولا حاجه في واحد من الماتشين دول. اما تالت اوبشن ولو انت عايز تروح لحد دفاعي، لوك شو. بص قولا واحدا كده لوك شو الراجل طالع ب3 كلين شيت الجولات اللي فاتت، وجاب جول الماتش اللي فات، فالراجل عامل فورمه جامده جدا بعد طبعا التوقف بتاع كاس العالم. ثالث فرقه وهي فرقه توتنهام هوتسبيرز. طبعا توتنهام عندهم ماتش جامد قوي مع ارسنال، وبعد كده عندهم ماتش مع مانشستر سيتي. في الحالتين الماتشين مش سهلين، يعني لو تلاحظ كده ان مانشستر سيتي عندهم ماتشين مش سهلين، برضو اليونايتد ولو ان ناس كتير قوي يهيأ لها ان ماتش كريستال بالاس ده نزهه يعني وبنلهو، لا الماتش ده مش نزهه ومش بنلهو. وتوتنهام برضو نفس الكلام، ده هيلعبوا متصدر الدوري وبعدين يروحوا يلعبوا تاني الدوري، لا صعب. بس انت ستيل عندك هاري كين اوبشن رائع وممتاز وخطير جدا، الراجل ماسك فورمه، شفناه كمان الجوله اللي فاتت جايب هدفين وعامل اسيست. يعني ما فيش حد تاني قوي هجوميا صراحه، ابعد عن سون مش ماسك فورمه. عندك دوهرتي، ما رجحلكش بريزيتش، ممكن تروح لدوهرتي، الراجل لاعب ال3 ماتشات اللي فاتت اساسي، عنصر قوي وهتلاقي منه ان شاء الله اتاكينج ريتيرنز. رهانك على كلين شيت لا خالص بصراحه، يعني ما تراهنش ان دوهرتي هيطلع لك بكلين شيت، ولكن ممكن يطلع لك باسيست ولا حاجه. بس انا مش مع فكره انك انت تشتري حد مخصوص من دفاع توتنهام للمباراتين الجايين دول. اخر فرقه بقى معانا وهي فرقه كريستال بالاس، وللامانه يعني لو انت عندك زها سيبه ما تبيعوش، يعني والله الراجل عنده دبل وماشي، غير كده ما تشتريش بصراحه. يعني سيبك بقى من ايو وايزي وادوارد والعالم دي كلها، لا ما تشتريش مخصوص، ما فيش داعي انك انت تضيع التبديل بتاعك على يعني لعيب من كريستال بالاس في جوله دبل والكلام ده، لا زها عندك سيبه خلاص، غير كده بصراحه يعني حتى ما تشتريش زها مخصوص للجوله الجايه. بالنسبه بقى لخيارات الكابتنه، وطبعا هالاند هيكون اظن ان هو هيكون اوبشن رقم 1، لان هو مش بس عنده دبل جيم ويك، ولكن هالاند انفورم سهل قوي ان هو يجيب مثلا 3-4 تجوال في الماتشين اللي هو هيلعبهم. عندك برضو رقم 2 وهو ماركوس راشفورد، برضو الراجل ماسك فورمه، هيبقى شايف ان هو هيكون تاني اعلى لاعب في الكابتنه بعد هالاند الجوله الجايه. واخر طبعا لاعب هو هاري كين، اللي بالرغم ان الماتشين بتوعه صعبين مفيش كلام، بس هاري كين على الاقل هتلاقي منه جول ولا حاجه في الماتش. دي كانت حلقتنا النهارده ويلا فانتسي وتوقعات الجوله ال20 من فانتسي البريمير ليج، وكالعاده ما تنسناش باللايك والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار عن اللعبه سيب لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليك، ونشوفكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.
ويلا فانتسي.